اهلا بيكم. لاول مره معايا ندوس اشترك او سبسكرايب ودوس على الجرس وبعدين دوس على الكل. ما تنساش تدوس لايك وتكتب لنا كومنت عشان تشجعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل مشاركه او شير للفيديو على الفيسبوك او اي صفحه عندك. حضرتك لو متلخبط ومش عارف تجيب الفيديوهات بشكل مرتب بتخش على الصفحه وبتختار الصفحه الرئيسيه بتاعتنا وبتبدا تلاقي الفيديوهات الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث او الصف الرابع مرتبه عندك ترتيب. بتشوف الفيديو اللي بيعجبك او قائمه التشغيل اللي بتعجبك وبتتفرج عليها بشكل مرتب. لو حضرتك عايز تشوف اكتر من قوائم التشغيل فبتخش على قوائم التشغيل وبتلاقيها موجوده كلها، تقدر تشوفها وتدور على قائمه التشغيل اللي حضرتك عايزها. شكرا ليك وبتمنى ان احنا نفيدك. النهارده هناخد الدرس 30 او 63. هناخد درس 63 estimate product. يعني ايه؟ يعني ببساطه هي عمليه استيميشن هي عمليه تقدير. في البدايه كده انا عايز اقول الدرس ده يعني من وجهه نظري ملوش اي 60 لازمه، تمام عشان تبقى فاهمين. احنا بناخد الدرس دوت المفترض عشان نبقى بنستعد لعمليات المالتيبليكيشن الصح، فهنشرح الدرس طالما ده موجود هنشرحه. طيب استيميشن او استيميت برودكت ازاي نعملها؟ في طريقتين. اول طريقه ان حضرتك بتعمل مالتيبليكيشن في رقم اكبر وبتقول less than the product، او بتعمل مالتيبليكيشن في عدد اصغر وبتقول more than the product. تعال ندي مثل عشان تبقى الدنيا واضحه. هنقول مثلا 5 تايم 5. ده عندك الاكتشوال برودكت او عمليه المالتيبليكيشن الحقيقيه. انت عايز تعمل استيميشن لدي، دي بكام؟ ب 25. حلو حلو. فبقول بعمل استيميت بعدد اصغر وعدد اكبر. يعني ايه؟ بضرب في عدد اكبر الاول. ضربنا في عدد اكبر اللي هي كام؟ 5 تايم 6 ايكوال كام؟ ايكوال 30. طيب ضربت في عدد مين؟ في عدد اكبر. طب ما اضرب في عدد اكبر بقول ليس ذان ذا برودكت كان كام؟ 30. يبقى ليس ذان 30. ليه؟ لان زي ما انت شايف ال 25 اقل من ال 30. او بضرب في عدد اصغر يبقى 5 تايم 4 يديني كام؟ يديني 20. بقول مور ذان ذا برودكت اقول مور ذان 20. يبقى تاني اما اضرب في عدد اصغر اقول مور ذان ذا برودكت اللي هو كام؟ اللي هو 20. ليه؟ لان 25 اكبر. اما اضرب في عدد اصغر، اما اضرب في عدد اكبر اقول ليس ذان ذا برودكت اللي هو كام؟ 30 لان دي 25. تمام. يبقى تاني استيميت اما اضرب في عدد اكبر واما اضرب في عدد اصغر. لو ضربت في عدد اكبر معكوسه، هي ضربت في عدد اكبر اقول ليس ذان ذا برودكت، لو ضربت في عدد اصغر اقول مور ذان ذا برودكت. بس هو ده الدرس. طبعا ده الكلام اللي بيقوله اهو. بصوا هنا اهوت اهو مديك كام؟ هو مديك هنا كام؟ 60 او 6 تايم 7. فضرب في عدد اصغر اللي هي 6 تايم 5 فطلعت له كام؟ 35. يبقى ضرب في عدد اصغر يبقى مور ايه؟ مور ذان اهو. ذا برودكت شود بي مور ذان 35. او ضرب في عدد اكبر، ضرب في عدد اكبر اللي هو ضرب في 10. طب ما ضرب في 10 طلع لي 60 او ليس ذان ذا 60. بس يبقى ضربت في عدد اكبر اقول ليس ذان، ضربت في عدد اصغر اقول مور ذان. هو ده يا مستر المساله اه. تختار واحده فيهم. انا هنا هضرب في عدد اصغر اقول 6 تايم 7 يطلع لي كام؟ يطلع لي 24 او 42 قصدي 42. هنا ضربت في عدد اصغر يبقى اقول ايه؟ هقول برودكت مور ذان ال 32 او ال 42 قصدي. طب هنا لك شويه المفروض تعمل عمليه الضرب الحقيقيه اللي موجوده عندك. ايكوال كام؟ ايكوال 48. اللي بعديه بص هنا اهو نفس الكلام. اضرب في هتختار عدد اكبر وعدد اصغر. واحد يقول لك انا ممكن اضرب في عدد اضرب في عدد اكبر اقول يبقى 3 تايم 10 يديني كام؟ يديني 30. ضربت في عدد اكبر يبقى ايه؟ يبقى less than the product it is than 30. اقل منين؟ اقل من ال 30. طب الاكشوال عندنا يبقى 9 times 3 equal 27.
نخش على اللي بعدها. حضرتك هنا هختار عدد اكبر عدد اصغر، هختار عدد اكبر، يبقى 8 تايم 5 يديني كام؟ يديني 40. ضربت في عدد اكبر يبقى ليس ذان ذا برودكت، ليس ذان less than 40. طيب والاكشوال يبقى 8 تايمز 4 بيدينا 32. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا بقى. طبعا تعمل نفس الكلام في بقيه المسائل، لما يضرب في عدد اكبر ويبقى less than the product، او تضرب في عدد اكبر تقول less than، او عدد اصغر تبقى more than. اللي انا عايز اقوله، انا يهمني ده قوي 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 قوي، انك تبقى عارف ازاي عارف المالتيبليكيشن تيبل. دي نقطه في غايه الاهميه هنبه عليها. كل الكلام ده يعني انا جميل وروعه ومش عارف ايه وتعرف الدرس، لكن انا يهمني من الدرس ده انك تبقى عارف المالتيبليكيشن تيبل. بص يا غالي، عشان تبقى يعني ما اعتقدش انا بقيت زي ما كنت بشرح الدروس التانية في البيت المواد، بس عندك المالتيبليكيشن تيبل مهمه جدا 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 جدا. مش عارف المالتيبليكيشن تيبل، ما انصحكش تخش في كتاب المعاصر، ما انصحكش اصلا تبتدي الترم الثاني. اسس ابنك في المالتيبليكيشن تيبل وخش. ليه يا مستر؟ اصل بعد كده هخش عندك في الجيومتري مثلا، فالجيومتري يعني هيكون فيها مالتيبليكيشن تيبل، افراكشن الى حد ما، بس خلاص المالتيبليكيشن تيبل والديفيجن الضرب والقسمه اصبح عليك حاجتين اساسيتين مطلوبين من حضرتك السنه الجايه ومطلوبين منك السنه دي. فحضرتك لو بتقلب وبتسلق وما انتش عارف قوي فمش هتعرف تشتغل، فاشتغل على المالتيبليكيشن تيبل قبل ما نشتغل. هنا بقى لو عندنا تعمل استيميشن ب 3 نمبر، تاخد اي اتنين مع بعض وتقول مور ذان ليهم. تمام؟ اي اتنين مع بعض وتقول مور ذان. طيب تعال نشوف هو عمل ايه. هنا 6 تايم 5 تايم 4، استخدم ال 4 وال 5 30 تايم 5 equal 130. هو هنا عمل ايه؟ هنا استخدم نفس الطريقه اللي استخدمها المره اللي فاتت، راح مزود عدد، بدل ما دي 4 خلاها 5، وراح واخد ال 6 وال 5 مع بعض وقال لك ايه؟ قال لك مور ذان او ليس ذان، طالما يزود رقم يبقى ليس ذان. يعني هنا هو راح جاي مزود على الفور 5 وقال لك هنا ايه؟ مور او ليس ذان. طب لو قلل هيقول لك مور ذان. طبعا في طرق مختلفه عمليات الاستيميشن بالمناسبه، عشان انت هتلاقي ان في مثلا الكتاب المعاصر بيشرح بطريقه، كتاب اضواء بيشرح بطريقه، تلاقي مدرس بيشرح بطريقه، كلهم من وجهه نظري صح. فعشان كده اقول لك هو درس مايع الى حد ما تقدرش تظبطه. انا اللي يهمني انك تشتغل على المساله دي، اما يقول لك 4 تايم 6 تايم 5 ايكوال كام تبقى تعرف تشتغل. طيب هنشتغل بنفس الطريقه، نشتغل بكتاب معاصر. هنروح مثلا مزودين ده نمبر، تمام، هنخليها كام؟ هنخليها 3، دي بدل ال 2 هنخليها 3، وتبقى 3 تايمز 3 في براكت تايم 7، 9 تايم 7 ايكوال كام؟ 9 تايم 7 ايكوال 30 او 63. هنا المفترض تبقى ايه؟ هنا زودت يبقى ليس ذان، او the answer must be less than 63. ليه؟ لان زودت هنا. طب لو انا خدتها هناخد اللي تحتها نقللها، ناخد اللي تحتها نقللها، ماشي. هنا مثلا المفترض تحلها بقى، انت كده المفروض اكتشوال، يبقى 3 تايم 2 تايم 7 ده بكام؟ ب 6 تايم 7 بكام؟ 6 تايم 7 يدينا كام؟ يدينا 42. طب اللي تحتها انا خدتها ايه؟ زودتها. طب اللي تحتها يا مستر قللها لي، حاضر. بدل ما 8 خليتها 7، يبقى 7 خليت ال 4 تايم 5 ايكوال 7، قللت يبقى اقول مور ذان، ماشي. فيبقى المفترض تبقى كام؟ 120 تايم 7 140. طب ال 140 دي
مور ذان ولا ليس ذان؟ انا هنا زودت ولا قللت؟ انا هنا ايه؟ قللت، يبقى مور ذان. لازم عندي الانسر تبقى مور ذان. طب تعال نحلها عاديه، تبقى 20 تايمز 8 ادينا كام؟ ادينا 160. هي نفس الكلام، بتزود عدد او بتقلل عدد. طيب هنا بيبدأ يقول لك لا مديك عدد كبير، تمام؟ فعدد كبير اهو، قال لك لا تعالى احنا ممكن نعملها بطريقتين. ايه الطريقتين؟ اول طريقة ان ممكن تقول لك بدل ما هي 13 تبقى 10. فممكن تبقى عبارة عن، يعني هنا زي ما انتم شايفين هو قلل وهنا قلل، او هنا سوري، هنا هو زود وهنا قلل. نفس الكلام اللي خدناه قبل كده، زود وقلل زود وقلل. يعني بدل ما هي 9 خلاها 10، فتبقى 10 تايمز 13. 10 تايمز 13 ايكوال كام؟ ايكوال 90. يبقى هنا زود، يبقى ايه المفروض هنا ايه؟ هنا هو الراجل هنا قلل، سوري هنا هو قلل، راح جاي بدل ما هي 13 خلاها 10. فهو هنا ايه؟ قلل. اما قلل اللي تبقى كام؟ اقول لك مور ذان. هنا ايه؟ هنا هو راح مزود، بدل ما هي 9 خلاها 10 تبقى ايه؟ ليس ذان. يعني نفس الطريقه، بتزود رقم بدل ما هي 9 خليتها 10، والبرودكت اللي هيطلع الناتج هيطلع هتقول ليس ذان، او قلل ال 13 حولها ل 10 وقال لك الرقم اللي هيطلع مور ذان. هتقول لك يا مستر ايه اللخبطه دي؟ وانا اقعد ازود واقلل؟ لو انت يعني متلخبط في الحوار التزويد والتقليل، هو قاعده بسيطه، لا اما بتزود لا اما بتقلل. لو زودت العدد اللي عندك بيبقى ليس ذان ذا برودكت، لو قللت العدد اللي عندك بيبقى مور ذان ذا برودكت بس. طب انا اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني تحلها بالطريقه دي، ده اللي يهمني قوي. انك اما اقول لك 9 تايمز 13 حل، تقول لي اخد ال 9، 13 دي عباره عن 10 بلس 3، فاما احلها تبقى 9 تايمز 10 بلس 9 تايمز 13 لك 90 بلس 27 يطلع لك 117. ده اللي يهمني، ده اكشوال برودكت، ده اللي يهمني، ده اللي يهمني. انما ده فكك منه لو انت مش عايز تفهمه، يعني من الاخر. نفس الكلام على اللي تحت، مديني نمبر زي ده، يا لهوي احلها ازاي؟ اعمل ايه يا مستر؟ مش عارف ايه. يا عم افرض احطها اي نمبر ليس ذان دي او في مور ذان دي، انا احطها مور ذان، احطها بكام؟ احطها بال 20، هيبقى 20 تايمز 3 يطلع لك كام؟ يطلع لك 60. طب ال 60 دي ايه؟ انت هنا زودت ولا قللت؟ انا هنا زودت، يبقى ليس ذان 60. ليس ذان 60 وبس. طب هنا تبقى تحل اقول 3 تايمز 10 بلس 8، وابدا اقول تبقى 3 تايمز 10 بلس 3 تايمز 8. هنا 30 بلس دي بكام؟ ب 24. يبقى يدينا هنا كام؟ يدينا هنا كده، ده تعتبر ده وده 4 وده 5، ده 4 وده 5، ده بس. ادي المسألة حليناها اهي. تعالى على اللي تحتها، مستر متلخبط، عايز تعمل لها ايه؟ عايز تحلها مور ذان ولا ليس ذان؟ ليه ازاي؟ خليها 10 تايم 8 يطلع لنا 80. يبقى هنا انا اخترتها عدد اقل، يبقى مور ذان 80. طب حلها، كنت بقى تحلها بالطريقه العاديه عندنا، تبقى 10 تايمز 5، تبقى هنا 8 تايمز 10 بلس 8 تايمز 5، ده يديني 80 وده يدينا 40، مثل الزيرو يبقى 120. تحتها اتحل نفس الكلام. في مسائل تانية؟ مفيش. هنا بقى بدي اخش على مين؟ على الاستيميت، عملية استيميشن. تمام. how many legs are there in 8 horses؟ طب هنا فتبقى 8 horses، كل حصان منهم في كام رجل؟ 4، يبقى 4 تايم 8. ده مين يا مستر؟ ده الاكتشوال.
4 تايم 8 تدينا ايه 4 تايم 8 تدينا كام 32. طب هنا هتزود عدد وتقلل عدد، هزود يبقى 5 تايم 8 يدينا كام 40. انت هنا زودت زودت يبقى ايه؟ يبقى ليس زان، يبقى ليس زان 40. خش على اللي بعدها. سامي بيجري كل يوم 15 minutes كل يوم. طب عايز يعرف في 7 days يبقى 15 تايم 7. احلها ازاي دي يا مستر؟ اضرب في رقم اقل او رقم اكتر. انا اضرب في رقم اقل اهو، يبقى 10 تايم 7 يبقى ادينا 70، واقول مور ذان 70. طب هنا المفترض بقى تحلها بالشغل العادي اهو، المفترض تبقى هي 10 بلس 5. دي المفروض تديلك 70 وده المفترض تديلك 35 ايكوال كام؟ 5 وهنا 10. خش على اللي بعدها. في معاه 8 بيج، ماشي 8. كل شنطة فيها كام؟ فيها 3. فيها 3 ماشي، وكل واحدة منهم فيها كام؟ فيها 5. يبقى 3 او 8 تايم 3 تايم 5. حلو. انا بس يعني انا اللي يهمني في المسألة طبعا هنا ممكن اقول لك ايه استيميت، اختار عدد اقل تبقى 4 تايم 5 تايم 8. اخترت عدد اقل اهو، مش اخترت عدد اكتر، سوري اخترت عدد اكبر. طب ديت اديها 20 تايم 8. ال 20 تديني تايم 8 تديني ايه؟ هنا 0 ينزل، وهنا 2 تايمز 8 تدينا كام؟ 60 يبقى 160 ماشي. 160 مور ذان ولا ليس ذان؟ تعال نشوف. انت هنا زودت ولا قللت؟ انا هنا زودت، يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى ليس ذان. مش انا زودت، مش كانت السرية خدتها 4 يبقى ليس ذان. ليس ذان 160. ده الحل مين؟ ده الحل اللي احنا حليناه الاستيميشن، زودنا واشتغلنا. طب هنا انا ده بقى ده يعني نقطة مهمة قوي تهمني بصراحة. ايه هي يا مستر؟ افتكر الكلمة دي دايما، دور على حاجة تديك الزيرو. لان انا لو قلت ده، قلت 3 تايم 5 ادينا كام؟ 15 تايم 8، وانا خدت 15 تايم 8 ده انا اقعد اراجعها من الاول. طب ما تدور على حاجة فيها ال5 او 10 او 0 قصدي تايم 8. ال5 تايم 8 بيديك كام يا مستر؟ بيديك ال 40. ايوه، 40 تايم 3 ايكوال كام؟ ابدا الزيرو 120. بس شكرا ليكم، حسيت معاكم. اي حد عنده تحت